الانتصارات العسكرية للشعب الصحراوي مستمرة، الانتصارات الدبلوماسية الصحراوية مستمرة، الوقفات الصحراوية مستمرة، الاحتجاجات الصحراوية مستمرة، النضال الصحراوي مستمر، القضية الصحراوية حاضرة في الإعلام الدولي، يحاربها في التيك توك تطلع له في الفيسبوك، يحاربها في الفيسبوك تطلع له في التيك توك، يحاربها في اليوتيوب تطلع له في القنوات الأخرى. القضية الصحراوية ناجحة ومستمرة، ومحمد السادس ماذا؟ يخسر فلوسه ويضحك على المغاربة وضيع الوقت على المغاربة ودخلهم في صراعات ودخلهم في مشاكل ودخلهم في مواجهات وخلق لهم مشاكل، اللي منهم في المغرب عنده مشاكل واللي في الخارج عنده مشاكل. وهذه النقطة اللي بغيت نقول لكم بالنسبة للخارج. شايفين الآن الحملات الكبيرة، حملات الكراهية اللي يغذيها النظام الملكي بين الشعوب المغاربية في أوروبا، واللي عادت تؤدي إلى جرائم قتل في فرنسا وفي إيطاليا الآن. واعلموا على أنه لن تتوقف هذه الجرائم، لهي تكثر هذه الجرائم ولهي تشوفوها بأم عينكم. وقلتها لكم أنا قبل أسابيع، قلت لكم على أنه هذا الأمر اللي قايم به النظام الملكي الآن في مواقع التواصل الاجتماعي واللي متواطئة معاه التيك توك، تيك توك متواطئ معاه، التيك توك متواطئ مع النظام الملكي وانشرال النظام الملكي، وحولوا النظام الملكي إلى مؤسسة لنشر الحقد والكراهية بين الشعوب المغاربية في أوروبا. واللي لا يتحمل مسؤوليته هي الدول الأوروبية اللي عايشين في هذه الجاليات، التي في كل مرة لن نسمعوا هذا قتل هذا، هذا قتل هذا، هذا تعدى على هذا، هذو تصارعوا هنا، هذو جابوا العلم الجزائري، هذو حرقوا العلم الفلاني، هذو تصارعوا مع هذو بسبب محمد السادس. أحمل المسؤولية الكاملة لمحمد السادس، لأنه هو الملك الوحيد في العالم اللي مؤسس شبكات للتجسس الإلكتروني مهمتها هو نشر الحقد والكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل مواقع التواصل الاجتماعي منصات لنشر الحقد تجاه الصحراويين وتجاه الجزائريين، ويستعمل لأجلها آلاف المغاربة والمغربيات المقيمات في أوروبا، الذين نحن مستعدين شخصيا إذا أرادت المخابرات الفرنسية أن تتعاون معنا لكشفهم وكشف أسمائهم وهوياتهم ومتابعتهم قانونيا بما يفعلون في مواقع التواصل الاجتماعي. احنا مستعدين نتعاونوا مع الشرطة الأوروبية إذا أرادت جهارا نهارا. احنا صوت